أقابل ربي وارتاح واطلب واعتذر واحمد واسجد واحط عند ربنا كل اللي انا شايلاه. تتعلمي تصلي بقلبك. قبل ما تقفي على سجادة الصلاة ما تدخليش الصلاة وانت لسه في عقلك الموبايل والشغل والناس والمشكلة اللي حصلت. خدي ثواني وقولي لنفسك أنا دلوقتي رايحة أقف بين إيدين رب العالمين. الناس كلها ممكن تكون مشغولة عنك، لكن باب ربنا مفتوح لك دايما. ولما تقولي الله أكبر حاولي تستشعري المعنى ده بجد. الله أكبر من المشكلة، والله أكبر من الخوف، والله أكبر من الشخص اللي وجعك، والله أكبر من كل حاجة شغلة قلبك. سيبي الدنيا ورا ظهرك لثواني، للحظات، لدقايق وقت الصلاة. ادخلي على ربك بقلبك قبل جسمك. يمكن من النهاردة الله أكبر اللي هتقوليها ما تبقاش مجرد كلمة بتفتحي بيها الصلاة، يمكن تبقى الكلمة اللي بتصغر لك كل هموم الدنيا جواك. نيجي بقى للفاتحة. احنا بنقرأ الفاتحة كل يوم كتير قوي، لكن يا ترى بنحس بيها لما تقولي الحمد لله رب العالمين؟ فاكرة نعم ربنا عليكي؟ فاكرة الحاجات اللي طلبتيها وخدتيها، والحاجات اللي خدتيها من غير ما حتى تطلبيها؟ ولما تقولي الرحمن الرحيم افتكري انك واقفة قدام رب رحيم، مش مستنيلك الغلطة علشان يعاقبك، بل فتحلك ايديه لباب التوبة والرجوع. يعني يوم ما هتتوبي وهترجعي هو مستنيكي تعملي كده. ولما تقولي إياك نعبد وإياك نستعين قوليها من قلبك، يا رب أنا ليك ومش هعرف أكمل من غيرك. ولما تقولي اهدنا الصراط المستقيم افتكري إنك بتطلبي أغلى طلب، يا رب ما تسيبنيش لنفسي واهديني للطريق اللي يرضيك. اقري الفاتحة بعد كده على مهلك، هتلاقيها مختلفة تماما. استشعري كل كلمة فيها. احنا بنقول الفاتحة كتير جدا في اليوم، لكن يا ترى حساها؟ حاولي تفهمي كل كلمة فيها، حاولي تشعري وتحسي بالكلمة اللي انت بتقوليها في الفاتحة، هتلاقي نفسك بتقوليها بشكل تاني خالص. نيجي بقى للركوع. عمرك فكرتي ليه بنركع؟ احنا في حياتنا بنحاول طول الوقت نبقى أقوياء، نبان ثابتين، محدش يكسرنا، محدش يذلنا، لكن قدام ربنا احنا بننحني بإرادتنا. ولما تركعي وتقولي سبحان ربي العظيم استشعري كلمة العظيم، يعني يا رب انت العظيم، وانا مهما كبرت صغيرة امام عظمتك، ومهما عرفت علمي قليل، ومهما قدرت قدرتي محدودة. والجميل بقى ان خضوعك لرب العالمين مش بيذلك، ده بيعزك، لان اللي عرف مقامه مع ربنا ما بقاش محتاج يذل نفسه لأي حد في الدنيا. المرة اللي جاية لما تركعي ما تخليش ظهرك بس هو اللي يركع، خلي قلبك يركع قبل ظهرك. بعد الركوع بنقوم ونقول سمع الله لمن حمده. أنا عايزاكي تقفي عند الجملة دي شوي. ربنا سمعك، سمع الحمد اللي خارج من قلبك، وسمع الدعوة اللي محدش يعرفها غيرك، وسمع الوجع اللي انت مش عارفة تحكيه لحد، وسمع الكلام اللي انت بتقوليه حتى وانت لوحدك. وبعدين تقولي ربنا ولك الحمد، يا رب لك الحمد حتى على حاجات أنا مش فاهمة حكمتها إيه. يا رب لك الحمد على اللي اديتهوني، يا رب لك الحمد على اللي منعتني منه وأنا يمكن ما كنتش فاهمة إنه مش خير ليا. الصلاة
بتعلمنا إن الحمد مش بس لما الدنيا تمشي زي ما احنا عايزين، الحمد إننا نثق في ربنا حتى وإحنا لسه مش فاهمين الحكاية كلها. وهنا بقى نيجي للسجود، هنا القرب، ودي أكتر لحظة نفسي كل حد يحبها، السجود. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تخيلي أقرب لحظة من ربنا وانت حاطة جبهتك على الأرض. وده يعلمنا حاجة جميلة جدا، كل ما تواضعتي لله رفعك. لما تسجدي ما تستعجليش، قولي سبحان ربي الأعلى، وافتكري ان انت على الأرض لكن قلبك متعلق بالأعلى سبحانه وتعالى. وبعد التسبيح ادعي: يا رب أصلحني، يا رب طمن قلبي، يا رب ارزقني، يا رب اغفر لي، يا رب قربني منك. ما تقوميش من السجدة وكأنك بتخلصي واجب، خلي السجود المكان اللي بتحطي فيه كل اللي متقل قلبك. في لحظة صغيرة جدا في الصلاة ناس كتير بتعدي عليها بسرعة، بين السجدتين بنقعد وبنقول: رب اغفر لي. كلمتين بس محتاجينهم قد ايه. احنا بنغلط كل يوم، بنقول كلمة ما كانش المفروض نقولها، بنقصر، بننسى، ويمكن بنظلم، ويمكن بنعمل ذنب محدش يعرفه غير رب العالمين. وربنا كل يوم بيديكي فرصة تقعدي بين ايديه وتقولي: يا رب اغفر لي. ما تقوليش انا ذنوبي كتير، وما تقوليش انا مكسوفة ارجع. ارجعي وانت مكسوفة، ارجعي وانت مقصرة، بس ارجعي، لان اخطر حاجة مش انك تغلطي، اخطر حاجة ان الغلط يخليكي تبعدي عن باب ربنا. عارفة ايه الجميل؟ ان ربنا ما اداناش سجدة واحدة في الركعة، بنسجد ونقعد وبعدين نرجع نسجد تاني، وكأن القلب لسه محتاج قرب، لسه محتاج يحط حمل تاني، لسه عنده كلام. وأنا عايزاكي تتعلمي تعملي كل حاجة في حياتك كده، كل ما الدنيا تبعدك ارجعي، وقعتي في ذنب ارجعي، فاتتك طاعة ارجعي، ضعفتي ارجعي. حتى لو رجعتي لربنا 1000 مرة ما تخليش الشيطان يقولك انت كل شوية بتقربي وبتبعدي. قوليله: وانا كل ما ابعد هرجع تاني. يمكن سر علاقتك بربنا مش انك عمرك ما تقعي، يمكن السر انك كل ما تقعي تعرفي طريق الرجوع فين. لما بنقعد في آخر الصلاة ونقول التحيات لله والصلوات والطيبات، احنا بنعظم ربنا، وبعدين نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبنسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام واحنا قاعدين في صلاتنا، وبعدين نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وبعدين نقول الشهادتين، وبعدين نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. شايفة الصلاة جميلة ازاي؟ بدأتيها بتعظيم ربنا، وبعدين الصلاة كلها قرآن وتسبيح ودعاء، وفي آخر الصلاة سلام على النبي عليه الصلاة والسلام. لما تعرفي معنى الكلمات اللي بتقوليها، الصلاة هتبقى مش مجرد حركات محفوظة كده، هتبقى رحلة كل جزء فيها ليه معنى، وكل كلمة فيها بتاخد قلبك ناحية ربنا. وفي نهاية الصلاة بنقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وخلصت الصلاة. بس السؤال: هل فعلا خلصت، ولا المفروض أثرها يبدأ دلوقتي؟ لو صليتي وبعد الصلاة خرجتي تظلمي وتجرحي وتغتابي وتؤذي الناس، يبقى محتاجين نراجع أثر الصلاة في قلوبنا وسلوكنا. الصلاة مش 5 دقايق على السجادة وبعدين نرجع زي ما كنا. الصلاة المفروض مع الوقت تهذبنا، تخلينا أهدى وأرحم وأصدق وأقرب لرب العالمين. كل صلاة المفروض تسيب فيكي حاجة حلوة،
يعني لما تقولي السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اخرجي من الصلاة وانت ناوية تكوني سلام ورحمة للي حواليك. وفي النهاية مادام وصلتي للحظة دي، عايزة اتفق معاكي اتفاق من النهاردة. مش عايزاكي تقولي أنا لازم أصلي، جربي تقولي أنا رايحة أصلي أقابل ربي وارتاح واطلب واعتذر واحمد واسجد واحط عند ربنا كل اللي أنا شايلاه. احنا بنتعلم كل يوم، افهمي معنى جديد، وكل يوم حاولي تركزي أكتر، وكل ما تسرحي ارجعي، قلبك تاني هيرجع إن شاء الله. وعايزة كل بنت بتسمعني تبدأ من الصلاة اللي جاية، ولما تقول الله أكبر قولي جواكي يا رب المرة دي أنا مش جاية أصلي بجسمي، أنا جاية لك بقلبي.